إذا شعرك حالته حالة، إذا شعرك ناشف متقصف يتساقط ما فيه لا مع الحياة، جبت لك بروتين في الدار تشوفي الفرق من أول استعمال، نعومة لمعان وقوة من الجذور إلى الأطراف بلا مواد كيميائية. شعرك راح يرجع صحي وكثيف بطريقة طبيعية. إذا شعرك راه يطيح راه يتقصف، جبت لك أروع بروتين أو أروع كيراتين طبيعي غير في الدار، راح تتحصلي على نعومة لما السر في المكونات الطبيعية تغذي الشعر من الداخل وترجع لها الحياة. حطي ساعة على شعرك وارجعي شوفي قولي لي واش النتيجة اللي تحصلتي عليها. وصفة ولا أروع بروتين صحي. نبدأ على بركة الله ونصلوا على رسول الله. مرحبا بكم كامل. عندنا هنا ياقوت طبيعي. ياقوت طبيعي استعملوا علبة كاملة أو حسب طول وكثافة الشعر. الياقوت الطبيعي فوائده عديدة صراحة. وعندنا شامبو هواي استعملوا البلسم، أي بلسم خاص بكم، يساعد على تنظيف الشعر، يرطب ويعزز النعومة ويولم الشعر الجاف والمتقصف. عندنا هنا زيت جوز الهند استعملوا ماركة هيماني لأنه هو الأصلي. زيت جوز الهند يمنع فقدان البروتين من الشعر، يقلل التساقط ويعطي لمعان للشعر. وعندنا هنا الصفار البيض. صفار البيض غني بالبروتين، يساعد على تقوية الجذور وتقليل التساقط وإصلاح الشعر التالف، يعطي كثافة ولمعان طبيعي للشعر. هذه الوصفة راح تغذي لك شعرك صراحة، تصلحه من الجذور إلى الأطراف. راح تلاحظي لمعان من أول استعمال، راح تلاحظي فرق كبير والكثافة راح تزيد. طريقة استعمال هذه الوصفة، نستعمل الوصفة من 45 إلى ساعة، نستعمل من الجذور إلى الأطراف هذه الخلطة، ونخليها نغطيها بكيس بلاستيكي ونغسلها بالشامبو والماء الفاتر يكون بارد. وأيضا نكرر هذه العملية في الأسبوع 2 إلى 3. جربيه ورجعي قولي لي النتيجة صراحة هايلة. هذه البروتين طبيعي يغذي ويرطب الشعر. وحبيت منكم أخواتي في آخر الفيديو اشتراك في القناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. والفيديوهات الجاية راح تكون قوية قوية قوية، راح تكون حصرية إن شاء الله. نتمنى تبرتاجوا القناة.